أهلا بكم. المعاناة هي العنوان الأبرز لحياة الكرد الفيليين. شافوا وعاشوا كل شيء، كل أنواع العذاب والألم والحرمان والفقد. ضيوفنا أبطال من رحم هاي المعاناة. حلقة اليوم راح نتعرف فيها على قصة كل من أبو علي وأم محمد. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. نجم وجميل أخوة أبو علي كانوا ثوريين ومعارضين الظلم وحكم الطاغية صدام حسين. هذا الأمر بالإضافة لكونهم كرد فيليين جعل العائلة بشكل عام في خطر مستمر. احنا قبل التسفيرات كان هناك توجه من بعض أخوتي حول فعاليات حزب الدعوة، طبعا من 2 من أخوتي بالضبط. فتعرف التوجهات الشبابية ذاك الوقت كل من كان يحمل توجه خاص. 2 من أخوتي كان توجه لهم، يعني دائما حضورهم بمجالس الشيخ المرحوم الوائلي وبعض النشاطات اللي إلى حد علم قليل عندي عنها. لكن المسألة الأصلية اللي جرفتنا بمسألة التسفير والتهجير هي مسألة يعني كما يقال بذاك الوقت الخط الأحمر أو التبعية. كنا مشمولين بهاي المشكلة، فكانت هاي المشكلة تتابعنا دائما. ما حد صار مسألة التهجير ودزوا على والدي وأخوتي وتم الاعتقال. كان عندهم خط 2 من أخوتك أسمائهم الأول؟ أسمائهم نجم وجميل. نجم. نعم. كان عندهم هذا الخط الثوري؟ نعم. صارت مشاكل قبل موضوع التسفير، مشاكل مع نعم صارت. نعم صارت. الأخويا نجم الكبير أكبر كل أخوتي، هو أكبر العائلة، كان كبير العائلة، فاتهموه بحجة سرقة، ما سرقة بس هي كتهيمة كانت، لكن هو السبب الأصلي. طبعا ذاك الوقت أنا كنت طفل ما أدرك هاي المسائل، لكن بعدين خلال أعوام اللي فاتت عليها قمت أفتهم هاي الأمور. فهي بهذه الحجة، لكن كانت التهمة الأصلية هي الفعالية ضد النظام، لأن كان يعمل خريج كلية التكنولوجيا وكان ضابط لأنه يتخرج يحمل رتبة ضابط في القوة الجوية بالحبانية، قاعدة الحبانية، فموقعه كان حساس وكان متابع من قبل النظام. عاشت أم محمد مع عائلتها أيام مرعبة في سجون حزب البعث المجرم. رائحة الموت كانت تفوح من جدران الزنازين، ومرت لحظات كثيرة حسوا بيها إنه هذا راح يكون مصيرهم، أقصد الموت. إحنا كنا واحد مو يم بيت خالتي، لأن إحنا كنا بنات، شوي الوضع مو زين كان، يذبون أوراق مال يتهموك بحزب الدعوة، يتهمونه. أكو هواي عرب بالشارع، أمن وما أمن. خالتي قالت لا تبقون هنا، أنتوا بنات، وتعالي جيبي بنات. وعندي أخو مريض أخوي خريج 6 إعدادي، يمكن أم تعرفنا، ما أدري عرفنا ولا. أي هذا رحنا للهورة
بيت خالتي، بيت حج محمد، بيت خالتي. اي رحنا قعدنا يمهم 3 أيام، خلونا ممنوع نطلع من الكوت. احنا كنا احنا عائلة كبيرة، ما خلونا 3 أيام احنا قاعدين بالكوت. بعد 3 أيام سافرونا البغداد، ودونا البغداد الأمن العامة، ودونا الأمن العامة هناك بالليل يم عبود وهاي مال الأمن، دخلونا غرفة بيها دم صغيرة، سجن صغير محفرة ومليانة دم وصاخة. احنا عددنا هواية فوق 30، احنا هاي بهاي الغرفة هاي بس شي قاعدين، ماكو مكان، قاعدين للصبح، واحنا عبالنا يعدمونا ما ندري، قاعدين نبكي. خلونا ثاني يوم الصبح، وقبل يوم ودونا الأمن العامة، قال عائلة طلعت من الأمن العامة، قال خل سيودوكم مكان مليان دم بنات. هو صح ودونا بذاك المكان. خلونا ثاني يوم طبعا خلونا مثلا ليل للصبح لازم احنا لا نطلع بهذا المكان، ونايمين بهذا المكان قاعدين. بعدين الصبح فتحوا الباب علينا صبح هيك، اي طلعونا خلونا بغير مكان، وبعدين ودونا للزعفرانية، طلعونا للزعفرانية ودونا ودونا. بقينا هواية، بقينا خلونا ويا من خلونا، عفوا أقول، خلونا ويا البنات النسوان الموزينين، ويا الحزب الدعوة هم خطيا. أكو نسوان رجولتهم رايحة مع الحزب الدعوة كل يوميا موديهم للتعذيب، يعذبوهم بالليل. نجم الأخ الأكبر الأبو علي تم سجنه في نهاية السبعينيات بعد تلفيق تهمة معينة له. بعد فترة خرج من السجن وعاد لإكمال خدمته العسكرية. سجنوه نعم على أثرها حوالي أسبوعين، طول السجن ماله وبعدين طلعوه كفالة. بعد هاي أي سنة الأحداث؟ هاي الأحداث يعني أقدر أقول لك بال78. من بعده بعد خرج أخوي من السجن واستمر بوظيفة يعني بدوامه، لأنه كان عسكري مكلف، وأخوي الثاني كان هم عسكري مكلف لأن خريج كلية الزراعة في بغداد. الثالث كان طالب ثاني كلية زراعة أيضا في سليمانية، والرابع كان رابع إعدادي السنة الأخيرة على مود دخوله للجامعة. لكن قلت لك المسألة الأصلية اللي كانت تطاردنا دائما هي مسألة التبعية، ويعني تعرفون ذاك الوقت كانوا أهل التبعية وبالخصوص المحسوبين على التبعية والكرد الفيلية يعني ما يقدرون يراجعون هواية الجناسية، دائرة الجنسية والإقامة كذا بالتخوف من النظام وهاي الأمور الخاصة بالتسفيرات. فطولت هاي الفترة قمنا نعاني منها خلال هاي المدة. وآبانا حقيقة يعني هم توجههم تعرف يعني قضى عمره بهذا البلد، وما يتوقع في اليوم ما اللي يسفروه ويطلعوه. فرقوا العوائل، فصلوا الأم عن ابنها والزوجة عن زوجها والأخت عن أخوها، فصلوا الشباب عن عوائلهم وهجروا هذه العوائل إلى الجمهورية الإسلامية. أم محمد ما زالت تتذكر تفاصيل هاي الأيام المؤلمة. هواي ظلينا بسجن الزعفرانية حدود يعني أقول 3 أسابيع هيك بسجن الزعفرانية. بعد سجن الزعفرانية ودونا فد مكان حاكمونا، أنا ما أدري وين هو بيا سجنه، ما أدري يبقون لساننا شو نسوي إحنا ما نقدر نحكي. أنت منو أشكال سألونا. بعدين ودونا للتسفيرات. إحنا ودونا باللي إحنا قلنا بعد اليوم يعدمونا. إي خلوا النسوان وحد والزلم وحد. إي بعدين صار الصبح قام يصيحون بالأسماء،
يصيحون أسماءنا وخالين بس سيارة بالباب. يعني خوالي قرايبنا، أخويا كان اللي قلت كان ويانا، طلع راح لبغداد، أخويا هم كان وياه. شافونا وهاي هم عبالهم راح نطلع وياهم، هو احنا مو طلعونا، ودونا جابوا سيارة هاي مال العسكرية بغطى وهاي، ودونا الكركوك. بعدين بكركوك هم ودونا محاكمة. ايش قد عمركم؟ ما ادري منين جايين، من يوم لايق. قلنا احنا هيك ما عندنا، بس غير ما ادري ماخذين ايش ودونا من الكوت بغداد. بعدين ظلينا هناك يوم واحد بكركوك، هالنوبة رحنا ودونا أربيل سليمانية هيك بهالمنطقة. هناك خلونا ويا البيشمركة، ويا النسوان البيشمركة، رجولتهم رايحة عجيبة ضد الحكم. ظلينا هواية هناك مثل المدرسة. بعدين من سفرونا من هذا السجن، قلت ودونا تسفيرات. الولد خلوهم موحد هالنوبة، ما جاب من سفرونا الولد ما خلونهم وياي. الشباب ابن خالتي وابن عمه وعمه خلوه بالسجن. خالتي بس هالواحد عته، هل قد بكت، هل قالت بس اريد ابني. قال فد واحد كان بالامن قال له حجيه اني بعثي وسني من عتهم، ديري بالك روحي اخذي بناتك وروحي، لا تخافين ما يخاف، الله كريم لك، الله كريم، ما تقدرين كل شيء تسوين. خطيه خالتي بعد اجت ويانا، بعد صعدنا ودونا الكركوك، من كركوك عاد الاسلام ودونا هذا السجن مع المدرسه. ظلونا خلينا ما ادري كم اسبوع قاعدين. في عام 1980 تم اعتقال والد أبو علي وأخوته الاثنين تحضيراً لتهجيرهم إلى الجمهورية الإسلامية أثناء أداء مناسك الحج. شايفين الخسة والنذالة؟ بعدها توجه أزلام البعث إلى منزل العائلة في بغداد واعتقلوا باقي العائلة. كان دائما أخوي الكبير ينبه، يقول له يابا ترى احنا مستقبلنا مو بهذا البلد، احنا تسفير علينا. ما كان يقبل والدي لما حد صار سنة 80، وأني لحد الآن ببالي أذكرها حلو. يعني كنت في الشورجة، سوق الشورجة مع أخوتي بالمحل، اجوا من الضباط من الإقامة فسألوا على والدي. أخويا قال لهم بالحج، لأن يعني أبويا كان حمله دار، فقالوا له لعد من يجي خلفت 3-4 أيام ويمرنا. فالتبليغ صار الوالدي والعمامي. أبويا من راح أخذ 2 من أخوتي وياه، وعمامي هم راحوا، فهي هذيك الروحة وهي الكبسة كانت لهم. يعني اعتقلوهم هي بالإقامة بنفس اليوم لحد العصر، لما حد إجا تليفون من أخويا منا كاسة شلون كانوا مقنعين بأنه بس يعطونا خبر، فاعطونا خبر بأنه باكر راح يجون ياخذوكم، اللي تقدرون عليه لملموه واللي تقدرون عليه نقلوه. هذا اللي صار. مأساة أبو علي كبيرة جدا، هو كان طفل في وقت اعتقال العائلة، لذلك تم حجره مع النساء والأطفال بعيدا عن أخوته الأربعة ووالده وأعمامه. أبو علي كان الطفل المدلل وسط أخوته الأربعة الكبار. فجأة صار هو الابن الأكبر للعائلة، لأن أخوته الأربعة غابوا في ظلمات سجون البعث، ولحد الآن هم مغيبين. كنا بالبيت، فوالدتي واحنا اللي بالبيت بدينا يعني تدري الجوارين، قاموا هذا اللي يساعد يجي يودي غراض ببيته، هذا اللي يجي مثلا يشتري حاجه، كاللي صار يعني المتعارف ويا اكثر العوائل. فاللي قدرنا عليه قلت لي يقول لما حد ثاني يوم لحد الان انا ببالي، يعني ساعه تقريبا 10:10:30 كانت، والدتي قالت لي روح جيب نفط من البانزيخانه. فطلعت ويا صديق، ويوم طلعتنا من البيت مشيت مسافه شفت سياره مال امن فاتت، فدا اقول له صديقي ذولا يمكن جايين علينا. رحنا للبانزيخانه، ترست جليكان النفط ورجعت. البانزيخانه قريبه علينا، كنا بشارع فلسطين. فبالضبط هذا المنظر شاهدته، يعني شفت بعيني 4 مسلحين من كل الجهات واقفين قبال بيتنا.
فالجليكان خليته بالقاع جاهل، كنت ركضت للبيت عبالي شي صاير. فمن رحت للبيت شفت اللي نعم اللي بكي يعني اللي كان مؤسف حزين. صعب نقل هاي الصورة، يعني اللسان كيف يوصفها؟ تشوف أزلام النظام قدامك، الوالدة تبكي، البنات يبكون، ماكو أحد بالبيت، كل صغار، والجيران متلهفين. للأسف هذا اللي كان الحد البارحة جارك، بهاي اللحظة يصير عدوك. يعني كاليهود. هاي الأفلام اللي نشوفها اليوم، اليهود شلون يشفتون على الفلسطينيين، هالشكل صار. نعم، ولا كأنما كنا جارهم الحد قبل ساعة مو قبل سنين. ايش سووا بالضبط؟ احكينا عن الناس. يعني للأسف احنا اعتقلونا ودونا الإقامة، أخذونا فرونا بالمنطقة فرة كاملة على مود الناس كلها تشوفنا. كلهم قاموا يصيحون ذول الإيرانيين أخذوهم، ولا عبالك البارحة جارهم. بالمعتقل مع النساء، المعتقل يعني تعرفون انتم معتقلات العراق وشكلها شلون، مجرد صالة والوساخة وذاك الوضع الخاص. فاللي جايب له بطانية، ذب له بطانية 4 نفرات التموا على البطانية، فالوضع يعني مأساوي جدا. قضينا هاي الليلتين ببغداد، تسفيرات بغداد، بعدين من بغداد نقلونا إلى كركوك، ومعتقل كركوك كان بعد أتعس من معتقل بغداد بدرجات. هناك ظلينا بمعتقل كركوك همينا حوالي 4-5 أيام إلى أسبوع، لأن واحد من عمامي ما كان مسلم نفسه، كان حاس بالقضية ففار منهم من إيديهم. لما حد كانوا خليه تحت المراقبة، فاعتقلوه عند مراجعته للبيت، كان يريد ياخذ حاجة ما أدري شنو بالضبط، فمن اعتقلوه افتهموا بي والعائلة كلهم جابوهم. فإحنا واحد من بيت عمامي، يعني إحنا 4 عوائل سوية، بس العائلة الوحيدة اللي بعدنا اعتقلت يعني التحقوا بينا بكركوك، التحقوا بينا هم بيت عمي، فالتحقوا بينا من بعد 3-4 أيام. كمشوهم ذاك همينا ولد اعتقلوهم ويا أخوتي، فتم تصفيتهم 7، يعني 4 أخوتي 2 ولد عمي وعمي. والدك التحق بكم؟ والدي ويانا كان بالتسفير. يمكن التحق بكم يعني كان والدي التحق بينا، التحق بينا بعد من سفرونا من بغداد نقلونا الكركوك. فبكركوك همينا يعني كان سجن للنساء والأطفال وسجن للرجال. فوالدي وعمامي ويا 2 من ولد عمي اللي شوية أكبر بالعمر، يعني قريب ل 18 سنة 17 سنة، كانوا مع الرجال. أنا كان عمري 12 سنة ذاك الوقت، فكنت مع النساء. فبالمعتقل بكركوك، معتقل كركوك همينا نفس الحالة وأتعس أقدر أقول لك إياها من بغداد. ولا يهتمون طبعا نظافة ما نظافة، هذا الشيء ما له بالقاموس، ما له يعني أي تعبير أو وجود. والمطلب الثاني بأنه يعني بالنسبة للأكل والماء، الماء موجود كان هو من البوري، بس الأكل يعني يجيبون فشي جدرية صغيرة وتلقى 20 نفر تعال كل واحد يأكل له لقمة. بعد كركوك نقلونا إلى سجن في سليمانية. سليمانية كان مدة الاعتقال طويلة هناك، يعني على الأقل كانت 2 أسبوع، هسه إذا مو أكثر على الأقل كانت 2 أسبوع. فكان معتقل كبير لحد الآن ببالي، هواي كانوا ناس بيه مو بس إحنا، يعني كركوك كنا بس إحنا ال4 عوائل، وجابوا 4 عوائل أخرى ما نعرفهم، هذولا كانوا حكومهم تسفير، فتم تهجيرهم ويانا. لكن بسليمانية من هجرونا كانوا هواي هناك ناس وعوائل حتى من أهالي سليمانية، فطول الاعتقال بسليمانية. العوائل أغلبها كرد فيلية. أغلبها كرد فيلية خلينا نسميها. طيب صارت مضايقات بعد التحاق والدك وعمك؟ عمامي كلهم؟ أي. صارت مضايقات للنساء، للأطفال، للكبار العمر؟ يعني ما أقدر أجزم لك هذا الموضوع، خلينا نكون منصفين بحد بنفس الوقت، ما أقدر أجزم لك هذا الموضوع، لأن بحكم عمري قد يكون كانت موجودة ما منتبه الأواني أو أنا ما أعرف لها كان، لكن ما أقدر أجزم لك بهذا الأمر. طيب شو اللي صار؟ أسبوعين اعتقالنا حالنا حال العالم، وبعد قلت لي يقول نقوم الصبح ونمسي الليل، اللي ما حد انتهت مدة الاعتقال وجو يفصلونا، فصرنا هنا حوالي 94 نفر لحد الآن ببالي.
94 نفر إضافة إلى العوائل اللي التحقت بينا. نقلونا إلى بنجوين. بنجوين هناك ما طول الاعتقال، بس تسجيل أسامي وأمور إدارية شنو كانت روتينية بيناتهم مدة 2 إلى 3 ساعات، طولت للظهر. فمن بنجوين أيضا ركبونا سيارات، نصف الطريق كله ترابي كان، نزلونا قالوا هذيك الجبال اللي قبالكم دا تشوفوها؟ قالوا إيه. قالوا تروحون بعد من هناك إيران. فتعرف العوائل النساء والأطفال وكبار السن، وبذيك الجبال والجو بارد، أيام شتاء كانت. فمشينا مسافة لمحد المزارعين مال ذيك المناطق، خلينا نقول أهالي القرى مال ذيك المناطق شافونا. يعني حوالي أكثر من 2 ساعة مشينا. لا نهار كان، ظهرية كانت، بس جو بارد كان. فشافونا أهالي القرى مال ذيك المناطق. القرى الظاهر كانوا دولة بين إيران والعراق بالضبط شلون. فجابوا هم تركترات ومتركترات، ركبونا بالتركترات. وذاك الوقت طرق الجبلية مو تقول يعني مبلطة أو عدلة كذا، فيعني من كان يتنقل بين الجبال تقول هسه راح نشمر من فوقاني والسيارة. لما حد هم نقلونا ببيوتهم. فالظاهر كانت القرية تابعة لإيران، لأنهم من نقلونا ببيوتهم. ثاني يوم الصبح اللي هسه أتذكرها، أخذوا أبويا وعمامي راحوا أول مدينة اللي بعد هاي المنطقة اسمها مريوان، عرفوهم بأنه ذول جايين عوائل مسافرة من العراق. فجوا السيارات من مريوان وأخذونا المريوان. من بعد مريوان هم رتبوا أمورنا الإدارية، ليلة ليلتين بقينا بمريوان، ثم نقلونا السنندج، مدينة السنندج. أم محمد هي المعيلة الوحيدة والمسؤولة عن ابنها المريض محمد، الله يشفيه. هاي المرأة الكبيرة هي مثال مشرف لقوة وصبر الكردية الفيلية رغم كل اللي مر بيها، وفقدت الأمل بغد أفضل. قدرت حياتها لابنها الوحيد وهي مستعدة تضحي بنفسها من أجله. هذا 24 ساعة لازم أعطيه مال تشنج، أعطيه دواء، أشتري له دواء تشنج، أشتري له الحفاضات نايلون. هذا ما يكفي، ما نموت. هي هذا الراتب هم ناكل بيه، هم نشرب بيه، هم أنا دكتور عندي أروح أفاصل الباتري ياخذون 3 ملايين كل بعد هسه ما أدري بهالشهر ايش قد ياخذون. مو من يصعد الفلوس العراقية هم شو يصعدوا. أول مرة كان رخيص الباتري، أروح أنا مثلا 600 ياخذون من عندي. لا بعدين صار 3 ملايين. منين يلا هم أقول الحمد لله والشكر. أمي متوفية مدفونة هنا، اعتبرهم شهداء والدتي. احنا 3 خوات، يتقسم الراتب مالتنا على أنا أحصل 390، هيك نوبات يعطون هو 400 بس ينقصون من عندي يعطون. أنا هذا وكيلهم صاير ابن خالي وكيل يقبض لنا والله يرضى عليه، وأنا هم أقول الحمد لله والشكر. الحمد لله. هذا عندي سقط عمره 30 سنة، مريض، كل أحد ما عنده، ما حد ما يريده، حتى لو عنده أحد ما يريده لأن مريض أصلاً يقبلون يروح بيتهم. نقبض والله العظيم أنا أكثر على طول هو مريض. فلوس كلها للبوشاك، بوشاك اشتري بيه، بوشاك هاي مال كل 4 صناديق ب7 ملايين إلا 200. يعني هذا الموجود ناكل الحمد لله والشكر. أما أقول الحمد لله والشكر. زين خالة أنت مسجونة تاخذين؟ لا مال السجن، لا مسجونة أني وأمي وأختي، إحنا مسجونين ويا بيت خالتي وربعنا. هذولاك كلهم يقبضون راتب، والكوت يشهد بيت حج محمد هسه لو كلهم يقبضون راتب، بس أنا الوحيدة وأختي أمي متوفت، الله يرحم ويرحم كل الأموات. إحنا ما ماخذين، بس إحنا اثنيناتنا ما ماخذين. يجون يسجنون سجناء ما مسجونين، يوم واحد ما مسجونين، يقبضون راتب 1200 400. أنا أقول أقبض راتب على مود محمد،
الله الشاهد على مود محمد، اخاف اني اموتن حتى الراتب مال محمد يبقى ياخذوه يداروه، انا ما حد ما يداري هذا. انا مريضه وخاله باكري، والدكتور قايل لي كيلو لا تشيلين، اشيل كيلو وما اقدر اشيل هذا. انا مثلا افرش له بالمكان، اذا يتحرك بعد ما اقدر ارجعه بمكانه، اخلي له مخده واغطيه لين ما اقدر وما يتهم. شنو مرضه خاله؟ شنو مرضه؟ تشنج عنده، تشنج، لا يعرف يحكي، لا يقول جوعان، لا يقول عطشان، كل شيء ما يقول. زين خاله ما له علاج؟ ها؟ ما له علاج؟ لا علاج ماكو، علاج ماكو، بس هاي الادويه والحبوب نعطيه اياها. هالقد وديت الدكاتره، يا من الحمد لله والشكر، يا من الحمد لله والشكر. انا عندي بس هذا بقول 24 ساعه الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. أجيال بعد أجيال ما تنسي المأساة، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. أنا أسولف قصتي وأحكي له مأساتي، عمي وأخويا اللي انعدم عدموا لي باباتي. باباتي عشنا ترى بآهات، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. أجيال بعد أجيال ما تنسي المأساة، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. سفروني من ناني طفل وهجروني هالأوغاد، عشنا بمنافحنا غصب عن الوطن أبعاد. احنا بعاد هاك اسمع الصرخات، نتذكر شعانينا ونتذكر اللي فات. تم تهجير عائلة أبو علي، لكن والدته وقت بالعراق رفضت تترك أولادها الأربعة وترحل. كانت تزورهم بالسجن دائما طيلة 5 سنوات، لكن في أحد الأيام أبلغها أزلام البعث أنه أبنائها الأربعة تم نقلهم لمكان غير معلوم. فمن رحنا للإقامة بقونا هناك. والدتي كانت هسه حصلة على الشهادة الجنسية كما يسموها العثمانية، فخيروها بأنه تبقي له لا. فوالدي أتذكر قال لها أبقي على مود تشوفي مصير الولد، فقالت أبقى. رجعت هي وأصغر أخوتي، يعني أصغر شخص بالعائلة عندنا اسمه صباح. مصير الولد ما نعرف مصير الولد شنو قصده؟ مصير الولد اعتقلوهم لأنه من الإقامة اعتقلوهم 3 كانوا 2 كانوا بالإقامة، اعتقلوهم ويا والدي. بقى 2 بقوا منهم، واحد منهم كان بالدوام والآخ لا، يعني أمي دزت له خبر لا توصل للبيت، أخويا اللي أكبر من عندي. فاعتقالهم بعد من اعتقلوهم ثاني يوم نفس اليوم، فبينت الشغلة بأنه البقية هم وراهم راح يعتقلوهم. فوالدتي صار القرار تبقى بالعراق على مود ظنها بأنه بلكي تشوف خبر منهم يطلعون كذا تجيبهم وتجي. فوالدتي تقول أنا من رجعت للبيت لقيت باب البيت مفتوحة والجوارين كل من شافت له بغرفة وشافت له بمكان، وكل من يشيل له حاجة. يابا تعالوا شكوا ايش ماكو، مال ايرانيين يعني تاريخ مر جدا مر للاسف، جدا مر. يعني شاف ضرب طبق قدامك. نعم يعني ما اريد ابالغ بهذا الموضوع، لكن هذا واقع حال. لا احنا كنا بالمعتقل، لان قلت لك احنا اعتقلونا، فاني بحكم صغر سني خلوني ويا النساء والبنات، فوالدي وعمامي واخوتي نقلوهم الى غير معتقل، وين بالضبط ما اعرف. لما حد ثاني يوم اجانا الشرطي، شرطه 2 وياهم واحد من عمامي اللي استشهد ويا اخوتي. فاجا دا يودع بيبيتي الله يرحمها، فقال لها يمه بعد لي هنا انتهى المسير بيناتنا حاليليني. اللي بيبيتي من شده البكاء والصراخ، يعني هم المسؤولين على السجن ما حد ما قدر يتمالك نفسه،
كلهم قاموا يبكون وتفاعلوا. يعني قلت لك مناظر صعبة كلش، يعني صعب. عمك انه راح يجي ولا؟ ما يعرف، وكان عسكري، كان عسكري بنفس الوقت. يعني حاليا واهبيني ليش؟ حاليا يواهبيني لأن افتهم اعتقالك وراها راح يسفرون تسفير. الظاهر قايلين لهم بأنه أنتم راح يسجنوكم. فمن تم اعتقالهم اجتي والدتي بس جابت لنا كم حاجة من البيت ثاني يوم، لأنه راح يسفرونه. فثالث يوم، يمكن ثاني يوم أم ثالث يوم من تسفيرات بغداد، نقلونا إلى تسفيرات كركوك. اللي افتهمناه بعدين من والدتي، لأن التقيت بأحد أصدقاء أخوتي المقرب إلك جدا، فقال أني أخوك سلمت بيدي إلى دائرة الأمن العامة، ونزلوا شالوا النجوم من كتفه، لأن ضابط مكلف كان خريج كلية الزراعة، فخلعوا النجوم الرتبة مالته، فيقول أني سلمت بيدي. وأخوي الرابع حسب ما والدتي تنقل تقول جابوا أخوك جمال للبيت، فقالوا لي إذا مسل من كمال هذا قدامك نقص لسانه. فتعرف والده قدامك شنو الصغير؟ لا، ثاني واحد، ثاني أكبر أخوتي. أي هم اثنين الكبار كانوا ضباط مكلفين، حكم يعني مرحلة العسكرية يقضوها على مود يكملون دراستهم. طلبوا من عندها بأنه لازم تسلمين الرابع، لأن 3 بيديهم، بقى الرابع أخويا كمان. فتقول رحت، كانت ضامتها عند شخص تاجر جيراننا بالسوق، فراحت له قالت له يما كمال رايديك. تقول أول ما شافني قال لي افتهمت على شنو جاية، رايديني مو؟ قالت له إيه تعال، إذا ما تجي قصون لسان أخوك. فاعتقلوا الرابع، وطولت هاي فترة الاعتقال حسب، لأنه والدتي بقت لحد عام 90، يعني حرب العراقية الأمريكية الأولى. ف تقول لاني لحد 85 كنت اودي لهم معونه كذا شيء، بس ما اشوفهم، لكن انطي واخذ، اكو اخذ وعطى بيناتنا. فعندي معلومه بانهم موجودين بهذا السجن. بال 85 قالوا له حجي انتقلوا مننا. فهي الظاهر يعني ابو غريب ونقرة سلمان بالنهايه بغرسه اعتقد. فتقول بال 85 قالوا لي بعد نقلناهم، وين ما وين ماكو. فهي الظاهر تصفيتهم كانت بال 85 أم 86. سما دمنا الذي سفك، ومن قد جار قد هلك. هذا الدم المسفوك ظلما قد نما، والصبح أشرق إن ذا شفق الدماء. شباب أعدموا ومضوا، شهادتنا غدت فلكا. فلك من النور العظيم وراية وحماة، مطر ليحيي الأرض من دمنا هما. وأهلينا بتهجير وموطننا لذاك بكى. يبكي على الفيل يترك بيته، والبيت يبكي باشتياق دائما. في عام 1990 هاجرت والدة أبو علي للجمهورية الإسلامية للالتحاق بعائلتها. بعد فراق 10 سنين التقى أبو علي وخواته بأمهم. تفاصيل هذا اللقاء بعدها محفورة بذاكرتنا. والدتي سنة 1990 اجتي من صار القصف الأمريكي على بغداد، أول قصف من بعد احتلال الكويت. فوالدتي اضطرت الفرار من بغداد هي وأخوي الصغير، فعبر وسائط نقلوها إلى مدن مختلفة لما حد جتي وصلت الإيلام. تدرون ولا تفاجأتوا بحضورها؟ لا تفاجأنا، ما كنا ندري. احكي لي انت عمرك بهالوقت
هنا بهالوقت اي 20 اكثر من 20 22. احكي لي لحظه الدخول عليه. شفت اللي ما حد وصلت هنا بالمنطقه اللي كنا ساكنين بها، يعني رحنا الايلام على مود هناك اشوفها، لكن الامور الاداريه ما سلمونا اياها، فاني انجبرت بحكم عملي انجبرت ارجع. والدي بقى هناك اللي ما حد استلمهم جابهم، فيوم اللي جابهم كان تقريبا الساعه 12 بالوحده بالليل. فانت اعرف بعد من بعد 12 سنه او 10 سنين وتشوف شخص وعزيز عليك، يعني منظر كل صعب. واقدر اقول لك بعد هالقد البنات اللي انشغلوا بامهم بعد ما فسحوا مجال غيرهم، فكل من بعد مشلب من جهه. اخوك شو صار عمره وقت؟ اخويا من عفناه كان عمره 5 سنين، بعد من اجى ويا والدتي من اجى ويا والدتي 15 سنه. زين هنا والدتك عرفت تفاصيل وين كانت عايشه؟ والدتي مده رجعت للبيت، من بعد ما رجعت للبيت البيت انهجر بعدين الامن اجوا ياخذوا من هالبيت، فراحت ببيت قرايب مده بيت هذا البيت وذاك البيت. بعدين بعد المراجعات والتي انطوها البيت، بس قالوا لها بشرط نعطيك بس المطبخ من البيت، ما لك حق التصرف في باقي البيت. هي تنقله بيت فارغ مهجور بقت جودليه فارشه بالمطبخ، و قلت له يقول اشياء اللي تحتاجها، شاي للطبخ، شغلات كلش بسيطه، يعني كانه ما عايش بخيمه هالشكل. البيت الك بس مو الك. نقل ملكيته هي بوقتها، نقل ملكيته للدوله. الظاهر بعد المراجعات افتهمنا منقوله ملكيته لوزاره الماليه، وزاره الماليه بايعتها. والدتي كانت تراجع لهم، يعني تتابع امورهم، لانه هواي كانت متعلقه بيهم بالكبار بالخصوص. فاللي تنقله تقول انا شو تراجع يعني بس ما اشوفهم، لكن اكو اخذ وعطى، يعني اكلات يردون، شغلات يحتاجوها زايده ناقصه تودي لهم، وتستلم مثلا القدوره مالتهم شيء، تفتهم بانه اكو موجودين بدون ما تشوفهم. فهذه الحاله طولت الى مده 4 سنين. كانوا هناك ناس طيبين خيرين يساعدوها الوالدتي بهذا المجال، لانه تعرف والده بقت ومصدر خرج لها ماكو، فكانوا اكو اشخاص جزاهم الله خير، احييهم طبعا من خلال هذا اللقاء، ما اذكر بالاسامي، كانوا يساعدوها لوالدتي على مود تشتري ما يحتاج لاخوتي وتودي لهم اياه. قالت لكم انقطع الاتصال بسنه 85 انقطع الاتصال معه. ولحد الان ما تعرفون اي شيء؟ ما نعرف اي شيء. تشعر أم محمد بالظلم وعدم الإنصاف من الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003. هي تم سجنها في زمن النظام البائد لفترة طويلة، لكن بسبب الروتين وعقبات أخرى لا تستلم أم محمد راتب السجناء السياسيين، راتب يعينها في مواجهة الظروف الصحية الصعبة إلها ولابنها محمد. أنا شفت ذولا قرايب كلهم قالوا سجناء، إحنا قالوا سجلنا أسماءكم ويا السجناء، يعني اسمكم موجود، من يسوي لنا؟ ما يسوي، ماكو. يقول إلا تترحين وتسوين، أنا وين أروح؟ هذا وين أخليه؟ أنا ما أقدر أروح، أنا مريضة ما أقدر أروح. زين يعني أحد راجع لك هناك؟ ما عندك أحد يراجع لك؟ ما يراجعون. أنا كلهم يعرفون أنا مسجونة، هاي مسجونة وياهم، حتى ويا الربع هذا اللي يعطوهم راتب، هي الوحيدين بس أنا وأختي من أقبض راتب. هاي الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر والله. حتى لو ما أدري بعد بكيفهم، هي الدولة ما أدري الموظفين هم مو على متاي، يجون الإيران يسجلون اللي يعرفوهم، اسمع يسجلون اللي يعرفوهم، وما عنده أحد ومريض أنا وين أروح؟ هذا يلا هذا يروح مكاني يقول لي تعال عمو اتهم يشوفنا، وبنت خالتي تقول لهم روحوا شوفوها، روحوا ترى هي مريضة وابنها مريض وأنا مسجونة، أنا مرت حقي على مود محمد. هاي بعد الحمد لله والشكر. أن يفقد الشخص أخوته الأربعة الأكبر منه هي فاجعة مستحيل ينساها أي إنسان،
وأبو علي ما نسى ولا راح ينسى. أمنيته الوحيدة كانت وما زالت أن يكون لهم قبر يزورهم به. كل العوائل اللي فاقدة أحبة كانوا متأملين هذا الشيء، بأنه متأملين راح يلقون أحبابهم اللي فارقوهم، شبابهم، ولدهم، أخوتهم، آبائهم، أبنائهم. لكن للأسف ما صار. اللي الأخبار اللي بس كانت عيننا على أخبار ذاك الوقت، نتابع طبوا لفلان سجن، طبوا لفلان سجن، طبوا فلان شي لقوا، فلان شي لقوا، لكن للأسف ماكو كل خبر، ما صار كل خبر. لكن هي الأمور اتضحت بعد على إشكالها، يعني الأمور اتضحت على إشكالها لأنه أكثر الناس اللي قدروا يوصلون نفسهم لبغداد ويراجعون بهاي الأمور، والأقارب اللي كانوا موجودين هناك حسب ما هم نقلون بأنه رحنا ويا الناس افترينا أمن وما أمن وكذا وكذا. فجد يعني صار الخبر خلي أقول لك 90% مؤكد بأنه تمت تصفيتهم كلهم. هذا الخبر أو هذا الإحساس وصل لوالدك ووالدتك لو كانوا؟ لا وصل. كانوا حاسين؟ وصل. أول لا بس كانوا مو مسألة حاسين، يعني ما يتقبلون هذه المسألة بسهولة. اللي ما حد إجاهم الخبر بهالشكل، شلون جاهم؟ إجاهم الخبر يعني من الأقارب من بغداد، لأن كانت عمتي بالعراق بقت ذيك يزوجها يعني عنده جنسية شهادة جنسية، مع العلم أبويا ما عنده جنسية وشهادة جنسية، لكن ذلك ما كان عليهم خط أحمر. فإجا الخبر من هناك بأنه الولد تمت تصفيتهم، ماكو كل أحد. هي بال2003 بعد السقوط، خلينا نقول نهاية 2003 على 2004 اللي صارت الفواتح هنا بالجملة. رد الفعل يعني ايش تتوقع من بعد عمر هذا، يعني خلينا نقول أكثر من 20 سنة، ويجون يقولوا له، مع أنه قد يكون هو يدري بنفسه هذا الشيء لكن ما لامسه. يعني ممكن أني أدري أكو ورا هذا الحائط أكو في الشيء، لكن ما لامسه بيديه. من ألمسه بيديه ذاك الوقت الإحساس شيء آخر، كل شيء من تتلمسه شيء آخر. فمن تلمس هذا الخبر كان شيء آخر له وكان مصدم له. فانجمعنا على مود نروح نفهمها لوالدتي. فوالدتي يعني قالوا له هذا الخبر، مع العلم هي قد تكون أكثر علم بينا، لكن خوف الصدمة كانت كبيرة كلش. طيب 2005 قلت لي والدك راح وعنده أمل. نعم. يعني بعد مع أنه كان سامع هذا الخبر، وصارت الفواتح لهم مع بقية العوائل المحترمة اللي فقدوا أحبتهم، لكن كان متأمل. والدك كان متأمل. راح الشام صار؟ راح اللي أنا ما كنت وياه، لكن اللي نقلوا لي عنه، يعني راح عند القرايب بالبداية، ايش خبر عندكم، ايش خبر ما عندكم، كلها نفس الحالة ونفس الحكي. فراح هو برجله، بس وين يروح؟ 2003 و4 تدري الدوائر كلها متهدمة ومتروكة، وكل مستندات شيء ما بيها، كل وثائق ماكو بيها، فما حصل كل شيء، ما قدر يوصل لكل نتيجة. لكن رجعته كانت مؤسفة كلش. يعني أنا أقول لك إياها، والدي راح بحيله أسبوعين ما طولت روحته ورجع من دون حيل. الناس تعرف شو اللي صار. لمس الموت بيده. هذا الشيء كأنما فارق الحياة هو بذيك الأيام قبل موته. يعني من رجع والدي شفته غير شيء، كانت قريبة له كلش، مع أنه كنت منبهة وكنت حاكي وياه بهالموضوع، يعني روحيا شوية أحضره لهذا الموضوع، لكن خو والدي مو بيده. شو اللي اختلف؟ صحته راحت، قلت لك حمل الموت بشفه قبل موته. مرة بعد؟ نعم. الصدمة كانت كلش ثقيلة، ما قدر يتحملها. لمس الحقيقة بيده، ما كان لامسها، لمس الحقيقة بيده.
فمن لمست صدمة كانت كلش كبيرة، ما قدر يتحمل. سنتين وراها ضاق عمره. برای بی گناه و بی توانم، خوش که غیبی پناه و بی امانم. ای برای بی گناه و بی توانم، خوش که غیبی پناه و بی امانم. بی نتیشه ظلم ظالم ایل، بی کسو ناامید ظلمت الشویل. بی نتیشه ظلم ظالم ایل، بی کسو ناامید ظلمت الشویل. ظلمت الشویل. ای خدا 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 ای خدا. والدتي يعني دائما يعني من تقعد تحكي تقول يا ريت يا ريت لو كان فد وصله من عندهم فشي قماش شيء اشتمه اشم ريحتهم. هذا فالاحساس يعني ما ينقال. راحت لنجاة والدتك بعد السفر؟ مره واحده لان صحتها ما كانت تساعد، ما وصلت للقبور، ما وصلت للقبور لان صحتها ما كانت تساعد. انت رحت للقبور؟ طاب للقبور. نعم. شو احساسك كانوا يعني انه ماكو قبور؟ هي ماكو قبور لذويك لاهلك لاخوانك اخوانك، شنو حسيت به لحظه دخولك نعم؟ والله قلت لك يعني أمنية، يعني أنت اليوم مثل ما تروح لفد دولة تتمنى تعرف فد أحد بيها أو أحد يستقبلك بيها. فهي القبور هي كانت تستقبل، مو إحنا كنا نروح بزيارتها، يعني وكأنما القبور هي تستقبل. فكنت أتمنى واحد يستقبلني. طيب جاكم بالطيب؟ 100% 100%. شنو تتذكر؟ احكي لنا عن الطيف الشهيد حق. أنا قليل حقيقة يعني أحكي لك يا بصراحة قليل بالطيف شايفهم، لكن خواتي والدي والدتي أو حتى زوجتي دائما مع أنه ما شايفتهم على الصورة فيجون بطيف يعني سعيدين بعد ذيك الدنيا. ما أقدر يعني أعبر لك إياها شلون. طمنت والدتك الطيف والدك ذكرت اليوم قالوا انه جو الطيف طمنا عليه؟ نعم. شنو هذا الموقف؟ يعني أولاً مقام الشهيد الكل يعلم به شنو، وذولا إضافة إلى الشهيد. يعني أكو شهيد قد يروح ولو هو شهيد، يعني مو قصدي أقلل من مقام أحد منهم، لا، لكن هناك شهيد بمظلومية يروح، يعني أنت بدون ذنب، زين، بدون ذنب، مجرد أهلك تبعية أو كذا. فمقام الشهيد شهيد، فشيء طبيعي يكون مقام عالي. أولا نسأل الله أن ينالنا شفاعتهم. لا انا قصدي ومقامهم شيء طبيعي. وبالطيف من يجون يوم لا تخافين علينا، دير بالك على نفسك، احنا يمك. يعني هسه أنا والدتي حيل صحتها تعبانه، فمن اقعد يمها تقول البارحه مثلا جميل كان يمي شويه سكتني، ما ادري فلان كان يمي شويه هودني، ما ادري هالكلام هذا كله. فهم محاوطيها يعني. تاريخ الكرد الفيليين هو جزء من هويتهم. وقوفهم في وجه نظام الطاغية صار مدعاة فخر واعتزاز لكل كردي فيلي في الحاضر والمستقبل. إلى اللقاء.